الدمام إلى الزميلة سمية السعيد. صباح الخير عليك سمية. يسعد صباحك فيصل وصباح المشاهدين جميعا، ورمضان مبارك علينا وعليكم جميعا وعلى المشاهدين. مثل ما تفضلت فيصل، احنا في السفرة الرمضانية اللي تكون منوعة ومتميزة في المنطقة الشرقية بأصنافها اللذيذة والمنوعة، مع ضيفي الأستاذ خالد العوهلي. أهلا وسهلا خالد العوهلي، تفضل. أستاذ خالد، تقول لنا عن الأطباق وتنوعها في رمضان؟ أول شيء السلام عليكم وكل عام وأنتم بخير، رمضان مبارك على الجميع إن شاء الله. سفرتنا الشرقاوية مليئة بالأطباق المتنوعة، يعني بحكم منطقة مكاننا في الخليج، قرب دول الخليج حولنا، فاحنا الحمد لله يعني أطباقنا متنوعة. إيش اللي تتميز فيها؟ إيش الأطباق اللي ضروري تكون موجودة في السفرة الرمضانية في المنطقة الشرقية؟ الهريس، أي تقريبا الهريس هو الطبق الرئيسي، لازم يكون موجود في رمضان، زائد تشريب اللي هو الثريد، زائد شوربة العدس، هذه شيء أساسي ضرورية، زائد الجريش، السمبوسة، عندنا مكبوس الدجاج، طبق دجاج، القيمات طبعا لازم موجودة. نعم، من الحلا، وعندنا هذا يسمونه القبوط، هذه أكلة كويتية وإحنا عم متنوعين فيها يعني، فأكلنا يكون منوع. أنا أشوف كمان كبة هذه أو كبيبة. كبة جريش هذه محشية في لحم وبصل، وهذا شيء جميل حلو ومرتبة ولازم تتواجد في رمضان. طيب أستاذ خالد، العادات الرمضانية يعني في مثلا أهل نجد أو أهل الحجاز، يعني يختلفوا من منطقة لمنطقة. في ناس تفضل إن هي تفطر بتمرة وبعدين تصلي وبعدين ترجع تفطر مرة تانية اللي هي السفرة الكبيرة. عادات المنطقة الشرقية وأهل المنطقة الشرقية شلون؟ يعني هي تختلف من مكان لمكان، بس الغالبية أهل الشرقية يفطرون فطور كامل، تمر، وبعدين يدخلون على الفطور كامل، بعدين اللي يبي يصلي ويرجع يكمل مرة ثانية. طيب وبالفطور يعني تمرة وقهوة ولا تمرة ولبن؟ لا، تمر ولبن. تمر ولبن. ايه، تمر ولبن، وبعدين بعد الفطور ممكن ياكل تمر وقهوة وهذا. ايه. شكرا لك أستاذ خالد، شكرا لتواجدك. الله والله يعطيكم العافية، وكل عام وانتم بخير، رمضان كريم على الجميع إن شاء الله. وهذه كانت سفرة المنطقة الشرقية المتنوعة بأصنافها زي ما قلنا، وعودة لك للاستوديو فيصل. كل الشكر لك زميلة سمية السعيد، وأيضا شكرا لضيفك الكريم.